السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رودي من قناة يلا نطبخ مع رودي. النهاردة هعمل معاكم البانيه المشوي. سهل جدا ولذيذ وصحي جدا، اتمنى يعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم. متنسونيش في اللايك وتعملي لي سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا. اول حاجة معايا مية بصل وحطيتها في البولة، ومعايا البهارات ملح وشطة وبهارات لحمة وكمون، وحطيت بصل بودر وتوم بودر بس معلش الحتة دي ما اتصورتش. حطيت خل، معلقة خل ومعلقة زيت وقلبت كده كله مع بعضه كويس. ومعايا البانيه غسلاه كويس بمية ودقيق وخل وليمون، غسلاه كويس وصفيته، وهحط البانيه على التتبيلة. سهل جدا على فكرة البانيه المشوي، يعني تتبيلته سهلة وبسيطة ومبتاخدش وقت. انا كده قلبت البانيه مع التتبيلة عشان كله يتشرب من بعضه. اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. تمام، انا كده غلفت كل البانيه بالتتبيلة وكله كده بقى من طعم التتبيلة. وبعد كده غطيته بستريتش راب وهحطه في التلاجة عشان اسيبه اكتر وقت كده ياخد من التتبيلة. وبعد كده هسويه بقى، جبت طاسة وحطيت البانيه فيه، ويعني مش بحط فيه مادة دهنية عشان احنا حاطين في التتبيلة زيت. وبيتشوي وبيبقى جميل جدا وبياخد لون من الجنبين وبيبقى حلو. طبعا تعملي جنبه مكرونة بصلصة، تعملي جنبه اي وطلعت حاجة اللي البانيه اللي تحبيه. استوى. انا هنا البانيه كان بياخد معايا لون. وهكمل بقى الباقي بنفس الطريقة. هو سهل جدا، يعني يا دوب بياخد لون من تحت ولون من، يعني لون من الجنبين وخلاص كده. نزلت انا بقيت الكمية وحطيت عليهم شوية من التتبيلة. وبس كده، اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم.